بداية احنا هون في تحري شرعي، يعني حسب وصية الرسول. الرسول شو حكى؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 30. شو يعني التحري؟ الأصل في الشرع 29 مش 30. يعني في البعض بيسأل ليش بتروحوا انتوا تتحروا ب 29 وفيش هلال ومقتنعين انه من نواحي علمية وفلكية صفر والقمر مش مولود زي اليوم. يا جماعة القمر راح ينولد راح ينولد بعد غروب الشمس، يعني مرحلة الاقتران تدخل بعد الغروب مش قبل، يعني بغيب. معنى هذا الحكي القمر بغيب قبل الشمس ب5 دقائق، ب10 دقائق آسف. في هذه الحالة بدخل مرحلة الاقتران حوالي الساعة 7:30 تقريبا، بدخل مرحلة الاقتران وبتولد. فاليوم القمري هو الأصل بعد غروب الشمس وليس قبل الغروب. لهيك احنا التحري الشرعي زي ما حكينا الأصل 29 شعبان 29 رمضان، مش الأصل 30 رمضان زي ما البعض بيفكر. لا، التحري الشرعي حسب الشرع 29 رمضان. لهيك احنا من نواحي فلكية وعلمية احنا متأكدين انه الهلال ما انولد، ولكن جايين نتحرى احنا تحري فقط شرعي لإثبات السنة النبوية ولكسب الأجر والثواب. أما من ناحية فلكية وعلمية صفر، يعني التلسكوب بس بنحطه هيك فقط سنة مش أكثر. يعني بما معناه احنا بنترك الأمر، بنوصل الصورة للمفتي بنقول له يا عمي الوضع 1 2 3 تحري شرعي احنا ما شفناه، هو بياخذ القرار المناسب. بس في دائما مسألة اختلافية وفي مسألة فيها جزم، المرة هذه فيها حسم. كيف؟ انه فيش هلال. ومن هلا في نقطة مهمة بدي احكي لكم شغلة. في الافق الغربي بعد غروب الشمس للراصد اللي بده يتحرى وما عندوش خبرة ممكن يدخل عليه 3 شغلات. اول شيء في عنا بعد غروب الشمس مباشرة في الافق الغربي 3 كواكب موجودين. 3 كواكب مين هم؟ عطارد، لو حطينا التلسكوب بعد 10 دقائق من غروب الشمس موجود. في عنا المشتري بغيب الساعة 7 بالضبط ودقيقة. في عنا كوكب الزهرة بغيب الساعة 8:23 دقيقة تقريبا. يعني في عنا 3 كواكب. للراصد الغير محترف بيجي بتطلع بده يكون عنده ذمة وضمير، شاف شفتوا الهلال ممكن في دول تانية مش عنا، ويروح يحط ايده على على القرآن ويحط كل الأمة في متاهة، وهذا حرام شرعا. الأصل في المتحري انه يكون عنده دين ويكون عنده مصداقية في التحري، يعني مصداقية علمية. وايش حاطط مخافة الله عند الله عليه، عشان ما احنا في عنا علم وفي عنا شرع. انا حكيت لك